وكان الزعيم قد حسم التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي من مارسيليا الفرنسي، إلى جانب تمديد التعاقد مع مصعب الجوير وإعارته إلى صفوف الشباب. وبحسب الصحيفة الرياضية السعودية، فإن الهلال اتفق مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس على عدم ضم صفقات جديدة في الشتاء، وكذلك عدم الاستغناء عن أحد عناصر القائمة الحالية. ووفقا للصحيفة الرياضية السعودية، فإن عبد العزيز العنقري عضو مجلس إدارة شركة الأهلي وعضو اللجنة التنفيذية قدم استقالته من منصبه في 22 يناير كانون الثاني الجاري. وأشارت الصحيفة إلى أن العنقري اتخذ خطوة تقديم الاستقالة احتجاجا على تعطيل وتأخير التعاقدات الفنية والإدارية والتدخل في عمل اللجنة التنفيذية، وهو الأمر الذي لا يقبله. وتأهل إلى ثمن النهائي صاحب المركزين الأول والثاني من المجموعات الست، إضافة إلى أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. وأعلن الخليج في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الأربعاء أنه حصل على شهادة الكفاءة المالية التي تسمح له بتسجيل لاعبين جدد. وأضاف الخليج في البيان أنه استوفى التزاماته المالية والتعاقدية حتى تاريخ 30 نوفمبر تشرين الثاني الذي كانت حددته لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة من أجل تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.